مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتوا طيبين. جه عليك وقت حسيت بالملل والخنقة؟ جه عليك وقت حسيت انك زهقان من كل حاجة حواليك؟ جه عليك وقت حسيت انك مالكش نفس تشتغل اي حاجة او تعمل اي حاجة؟ جه عليك وقت حسيت بالخنقة والزهق من بيتك ومراتك وولادك؟ جه عليك وقت حسيت وانت سايق عربيتك انك مش شايف الطريق قدامك ولا الناس من شدة الزهق، من شدة الخنقة؟ وحتى وانت ماشي على رجليك جه عليك وقت حسيت انك بتخبط في الناس اللي ماشية من كتر المشاكل اللي محاصراك وخليتك مش شايف الطريق؟ لو الإحساس الفظيع ده جالك أو أنت لسه حاسه دلوقتي وأنت بتشوف الفيديو ده، لو أنت حاسس بالخنقة والكآبة والزهق والملل، تعال أقولك إزاي في منت تحول الإحساس الوحش ده لسعادة كبيرة، وإزاي تخلي مزاجك يتحسن ويعلى وصدرك يفك ودماغك تفوق وتنور وعينيك تشوف كل حاجة حلوة وجميلة، وتلاقي نفسك عملت أحلى دماغ في الدنيا بدون ما تتحرك من مكانك ولا تغرم جنيه واحد ولا تغضب ربنا سبحانه وتعالى. يلا بينا. صاحبتي الأنتيم بنوتة حلوة غنية عندها محل مجوهرات في الصاغة. دخلت عليا من كام شهر وفضلت تشتكي من خنقتها والكآبة اللي ملياها. بعدها بكام يوم جه زارنا صديق محترم لينا، ظروفه المالية صعبة جدا، يعني فقير، وفضل يشتكي من ظروفه الصعبة وقلة القرش ومن مصاريف البيت والأسرة ومراته وولاده. يعني الفقير جه اشتكى والغنية جت اشتكت. ده معناه ايه؟ معناه ان الخنقة والكآبة ما بتجيش للفقير بس، لا، دي بتيجي للغني قبل الفقير. ويمكن لو في ترمومتر لقياس درجة الخنقة والكآبة، يمكن نكتشف إن خنقة الغني أكتر وأشد وأصعب من خنقة الفقير. ليه؟ لأن كل طرف منهم مخنوق من نقص حاجة معينة في حياته أو من حرمانه من حاجة معينة. الفقير ناقصه حاجة أو حاجات معينة والنقص ده خنقه، والغني برضو ناقصه حاجة أو حاجات معينة والنقص ده خنقه. صحته ناقصة شوية، ناقصه زوجة وأسرة أو ناقصها زوج وأسرة، ناقصه قصة حب تحلي الأيام شوية. المهم إن في حاجة ناقصة رغم إنه غني ومعاه المال. الفقير غالبا ناقصه المال، مش محتاجة ذكاء، وحاسس إن كل مشاكله حلها المال. المشكلة المؤلمة دي مشكلة التعاسة والخنقة والضيق أو حتى الملل والزهق الموجود عند الفقير والغني على حد سواء، من شدة قسوتها على الناس خلتنا نجري ندور على حل ليها في الكتب وفي أبحاث علماء النفس وفي دراسات التنمية الفكرية وفي أبحاث الهرمونات البشرية المسؤولة عن السعادة والاكتئاب. أكتر من 7 شهور وإحنا بندور في كتب وأبحاث ودراسات، وحتى في القرآن الكريم وفي كتب التفاسير وفي الأحاديث النبوية، ولحد ما قفشنا العلاج. تقدر تعتبره كبسولة سحرية لسه خارجة من المعمل طازة ومحدش وصلها قبلنا. كبسولة صغيرة خالص وبسيطة خالص، بس مفعولها مفعول السحر. هو مش فيه كبسولات دواء في الصيدلية بتشفي في وقت قصير جدا من أمراض صعبة جدا
او مستعصية، اهي كبسولتنا اللي احنا جايبينها لكم معانا النهاردة هتقضي على تعاستك وخنقتك وكآبتك وزهقك في منت، بشرط واحد بس، انك تسمي الله وتثق في قدرة ورحمة ربنا ثقة مطلقة وتركز معايا. حضرتك راجل متجوز، معاك زوجة بتحبك ومعاك أولاد حلوين، مقفول عليكم باب شقتكم، سواء شقة بسيطة خالص أو شقة فخمة أو حتى قصر، وحاسس بالخنقة والكآبة لأي سبب من الأسباب. ظروفك المالية صعبة، الولاد والأسرة مصاريفهم كتير عليك، زوجتك مهملة في نفسها مش محسساك بوجود أنثى معاك في البيت، مخنوق من الشغل، مخنوق عشان اللي بتبات فيه بتصبح فيه. المهم انك حاسس بالخنقة والكآبة لسبب ما. اعمل ستوب مع نفسك فورا وتعالى نعمل مع بعض الخطوات دي بتركيز وهدوء. اول حاجة، حدد بدقة سبب خنقتك او زهقك. حدد السبب وعرفته خلاص. هنفترض مثلا ان السبب ده الفقر او مسؤولية الاسرة او مصاريفها التقيلة. ارجع بذاكرتك لقبل جوازك، رجعت خلاص، هتلاقي عندك شريط طويل لحياتك قبل الجواز. امشي معايا على الشريط ده وانت مركز قوي لحد ما توصل لمرحلة كنت فيها بتشوف صاحبك او جارك او قريبك المتجوز وهو عايش مع زوجته واطفاله، وحضرتك شايفهم رايحين جايين مع بعض في منظر جميل. ويا سلام لو كنت شايف صاحبك ده سعيد بأطفاله وزوجته، او لو كنت شايف زوجته جميلة ورقيقة لدرجة انك اتمنيت لنفسك زوجة في نص جمالها ورقتها. ركز معايا اكتر واكتر في اللقطة دي وافتكر كويس قوي كنت بتحس بايه ساعتها. ركزت، افتكرت كنت بتحس بايه؟ ايوه، كنت بتحسده، كنت بتحس انه في جنة وانك محروم من الجنة دي، كنت بتعاني من احساسك الفظيع بالحرمان. اعتبر بقى احساسك الفظيع مربع اسود زي مربع الشطرنج بالظبط، وتبقى دلوقتي معاك مربع اسود حضرناه من واقع حياتك. خليك قافش على المربع ده. تعالى بقى نركز في حياتك دلوقتي. ركز معايا كده. حضرتك معاك زوجة، واحدة ست خاصة بيك بتاعتك، بتقولك حبيبي بدون احراج، بتهزر معاك وبتلغيك بدون حرج، وحضرتك ممكن تهزر معاها وتتشاقى عليها وتعمل معاها كل اللي نفسك فيه بدون ما تخاف من رد فعلها او من ملامة المجتمع او من عقاب القانون، او الاهم من ده كله مش خايف من غضب ربنا سبحانه وتعالى لانها زوجتك حلالك. ركز معايا بقى اكتر واكتر في النعمة دي وحلاوتها. ركزت معايا في نعمة ربنا دي كويس؟ ها، حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس بجمال النعمة اللي في ايدك دي؟ مش كده؟ اقفش بقى احساسك الرائع ده واعتبره مربع ابيض زي مربع الشطرنج. حط المربع الابيض ده مربع احساسك الرائع بنعمة ربنا اللي في ايدك دلوقتي جنب المربع الاسود مربع احساسك الفظيع بالحرمان قبل الجواز. حط المربعين الابيض والاسود جنب بعض وقولي الابيض نور في عينيك وفي روحك وفي نفسيتك وفي قلبك قد ايه. حسيت بالفرق؟ المفروض دلوقتي انك فقت وبقيت اسعد انسان في الدنيا. طبق ده بقى على كل حاجة معاك دلوقتي وافتكر لحظة حرمانك منها زمان. ركز على بيتك،
على زوجتك، على أطفالك، على شغلك، على عربيتك، على حاجات كتيرة في إيدك دلوقتي، وكلها نعم جميلة وروعة من فضل الله. وارفع إيدك ووشك لربنا وقول الحمد لله. واستنوني في حلقة جديدة وسعادة جديدة، وتصبحوا على خير.